لو عندك الفتحات دي في بوتاجازك تعالى اقول لك على سر ناس كتير ما تعرفوش، والنهارده هقدم لك شويه افكار منزليه تستفادي منها كتير. بس يا ريت ما تنسينيش في اللايك، ولو اول مره بتشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على الكل. عندك جرس كده اضغطي عليه على الكل عشان نعمل كل فيديو جديد يوصلك بشاره انا عملت فيديو جديد النهارده. وتعالى بقى نشوف بقى الفتحات دي، وبيبقى احيانا بيبقى في فتحات تاني في البوتاجاز من تحت كده غير الفتحات دي، يعني كل بوتاجاز وليه فتحات معينه. هقول لك احنا الفتحات دي ليها استفاده ازاي. وتعالى نشوف اول فكره معايا كيس اريال او كيس برسيل، وانا فتحته بالطريقه دي وعايزه ما يتهدرش مني او يتبهدل مني وانا بحط الاريال او البرسيل. هقوم جايبه ازازه وقصها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، واقوم جايبه استك واقوم ضغط عليه كده، واقوم فاتحه الازازه لما احب اخد منها الكميه اللي انا عايزاها واقفلها بالغطا زي ما انتوا شايفين. طريقه حلوه جدا جدا جدا، وطريقه بجد مش هتهدر معاكي في الاريال او البرسيل. دي اول فكره. تاني فكره بقى انا معايا غطا ازازه بريل، والبريل ده انا الغطا مش عايزاه فهستخدمه في كل ازاز الزيت. كل ما اخلص ازاز الزيت هستخدم نفس الغطا. محكم جدا ومش ههدر معايا في الزيت، وحاجه كده جديده وفكره جديده. وتعالى بقى نشوف الفكره التانية. معايا بقى ورق مناديل مبلل، ودي نشفت خلاص فخلاص استخدامها كده انتهى، فبجيبها واقوم مصفيه بيها الزيت. لو عندك زيت بقى عايزه تصفيه بطريقه حلوه او محكمه حلوه قوي، هتصفيه بالطريقه دي. هصفي معاكي الزيت زي ما تكون جايباه من الازازه بالظبط. طريقه حلوه قوي تصفيه الزيت. ويا ريت بس ما تصفوش الا مره واحده بس، عشان مش صحي ان انت تصفيه كل مره. هي مره واحده كفايه عليه قوي كده تصفيه الزيت. بجد طريقه حلوه قوي، طريقه سليمه. عايزه اوريكم بقى الزيت بعد ما اتصفى بقى شفاف بجد فعلا. طريقه حلوه قوي وبتصفي الزيت بطريقه سليمه جدا. شايفين الزيت؟ عايزه اوريكم الزيت بقى زيت بريق فعلا ونضيف خالص ونقي. تعالوا نشوف بقى الفكره رقم 3. معايا ازازه زيت كريستال، ودايما بركنها في اي مكان بتبقى عامله اتساخات من تحت، فانا مش عايزه الحركه دي. لا، هجيب ازازه ميه معدنيه ومقصها بدل ما ارميها اقصها واحط جواها الازازه دي، بتنفعني وبتنضف مكانها. معايا البصل طبعا، واحنا دلوقتي في الشتاء وفي رطوبه للبصل، فالبصل ده طبعا بيبوظ بسرعه. واهم احلى فكره بقى ان انت ترشي على البصل معلقه نشا، بتحافظ عليه من الرطوبه. وبص بقى يا ست الكل، يعني اول ما ترش عليه كده على التربو اللي عندك كميه كبيره قوي بيحافظ على البصل لاخر البصله معاكي. والفكرة رقم 5 بقى، معايا كيس الشعرية. أنا دايما بفتح الكيس كده فبيتفتح مني جامد، فأعمل إيه بقى؟ بقوم جايبة ولاعة وأقوم قافلاها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طريقة محكمة قوي للقفل وما يتبهدلش مني. باخد الكمية اللي أنا عايزاها وأرجع أقفله بالولاعة زي ما انتوا شايفين كده. طريقة سهلة قوي وفكرة جميلة قوي. ودي الفكرة الستة. وتعالوا نشوف بقى الفكرة السابعة معايا، وده تبقى آخر فكرة معايا مقص وعايزه احميه. وانا معايا ورق الالومنيا ده. ورق الالومنيا ده عايزه اقول لكم ان هو بيحمل مقص بطريقه حلوه قوي. كل ما تقصقصي كده في ورق الالومنيا بيحمل مقص معاكي. ورق الالومنيا العادي ده اللي احنا بنجيبه بتاع المشويات والحاجات اللي زي كده، انا بحمي بيه المقص. كل ما تقصقصي كده بيحمي المقص معاكي جامد. فكره حلوه قوي وفكره سهله، وهتحمل المقص وتخليه يلمع معاكي بدون ميه. ما تحطش عليه ميه وحميه بالطريقه دي. او ما على انت عايزه تنضفيه ممكن تغسليه بالسلك العادي الالومنيا برضو. وعايزه تحميه بالالومنيا، الورق الالومنيا اللي معاكي. تعالوا نشوف بقى الفكره اللي احنا جايين اساسا عشانها. معايا بقى الفتحات دي. اهم حاجه عايزه اقول لكم ان الفتحات دي مهمه جدا، وانها بتعمل مكان للتهويه للفرن. فاحنا لازم ننضفها كويس. ننضفها ازاي؟ ننضفها فرشه الاسنان. دي احسن حاجه دي وصلت لها، ان هي بتنظف الاخرام الفتحات بتاعه البوتاجاز بفرشه السنان. ده افضل طريقه. ويا ريت يا جماعه ما تغطوهوش بالورق الالومنيا اللي انتوا شايفينه ده، لان دي لا قدر الله لو انت غطيتيها بورق الالومنيا هيحصل كوارث. فبلاش تغطي الاماكن دي. الاماكن المفتحه دي يا جماعه ما تتغطاش في البوتاجاز، لانها مكان تهويه للفرن. انت بقى حابه بقى عندك الكوش دي والومنيا ومش بتنضف معاكي، صعب قوي تنظيفتها، فبجيب ورق الالومنيا اللي معايا دي واقوم عاملاها بطريقه حلوه او كده. بقوم مغطياها وبتتغلف كلها كده، ولما اجي اغسلها اقوم مغيره بس ودي الورقه الالومنيا، وبتبقى سهله معايا قوي في تغييرها. وغير غسلها صعب قوي لانها الومنيا بيمسك فيها الاتساخات جامد. وابتدي اضغط عليها بالكوشه اللي في ايدي كده دي، وعملت كده طبقه كده مغلفه للكوشه اللي معايا بطريقه سهله، وهتنضف معايا البوتاجاز. بجد طريقه سهله قوي وبتنضف البوتاجاز معاكي، وكل ما تتوسخ تحب تغيريها. باي باي، وشوفوا فيديو جديد، وباي باي يا حبايبي.